انت تدري خبرين، الاول حلو والثاني مو حلو، بس راح ننطي الخبر الحلو بالبدايه، انه شكل لاعب انصاب بنادي ريال مدريد رجع للتشكيله ونسبه الشفاء 100% باستثناء لاعبين اللي هم مو ضروريين حاليا بتشكيله نادي ريال مدريد. عوده اللاعب داني كارفاخال واللاعب تريند الكسندر ارنولد واللاعب دين هويسن واللاعب سيبايوس الى قائمه نادي ريال مدريد، وسيكونون جاهزين بنسبه 100% للكلاسيكو امام نادي برشلونه، عدا اثنين ديفيد ألابا وروديجير بداعي الاصابه. اما الخبر الثاني المو حلو انه الناس كلها تنتظر موعد الكلاسيكو دقيقة دقيقة حتى تتونس وتستمتع وتحفل وتطبل الفريق المفضل، بس تجي بين سبورت وتخلي لك المعلق حفيظ الدراجي اللي راح يقتل المتعة وراح يدمر إثارة الكلاسيكو. بس معلومة ننوه بيها لريال مدريد انه اللاعب المتواجد حاليا بتشكيلة نادي ريال مدريد الاكثر تهديفا على نادي برشلونة هو كيليان امبابي، لعب 8 مباريات امام نادي برشلونة وسجل 11 هدف من ضمنها 2 هاتريك. هذا الرقم اللي يمتلكه نادي ريال مدريد للاعب الوحيد كيليان امبابي.